تحتسب وتعتقد أن الثواب عند الله، وأن الله هو الذي يجازينا ويغفر ذنوبنا ويسامحنا ويرحمنا. هذا ما معنى إيمانا واحتسابا، محتسبا أن الله سيدخلك من باب الريان إلى الجنة، محتسبا ومتيقنا أن أبواب الجنة فتحت من اللحظة الأولى من دخول شهر رمضان، وأن أبواب جهنم أغلقت من اللحظة الأولى من دخول شهر رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا بهذه غفر الله عز وجل له ذنبه ما تقدم. والله إننا غافلين على هذا الحديث حقيقة، لأن الإنسان إذا صام إيمانا واحتسابا وغفر الله عز وجل له ذنبه فيا فوز الفائزين، فإن الإنسان يفارق الحياة بصفحته البيضاء كيوم ولدته أمه، فيا مغفور الذنب تخرج روحه من جسده كالشعر من العجين. مغفور الذنب يرى عند خروج روحه مد بصره من ملائكة الرحمن حاملين معهم كفنا ليكفنوك من الجنة ويحنطوك من الجنة. غافل الذنب فإنه يرى مد بصره قبره روضة من رياض الجنة، وحين يسمع خفق النعال من شيعوه من الأبناء والأصدقاء والأقارب فإنه لا يخاف، لأنه مغفور الذنب ولم يبق في صفحته إلا الأعمال الصالحة. فصوموا رمضان إيمانا واحتسابا محتسبين الأجر والثواب عند الله. وهكذا يا إخوان لكي يكون صيامنا إن شاء الله مقبول، وأن يكونوا ممن أعتق الله رقابهم من جهنم. اللهم يا رب اغفر لنا وسامحنا وتقبل منا الصلاة والصيام، وأعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. صح صيامكم، صح فطوركم، صح سحوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا الشاب إماما يا إمام ماذا تقول؟ ما لنا صرنا نصب زبدا يحوي العقول. سأل